هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي ذات إيرنا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 14 من يوليو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم وضمن برنامج متابعة الأسبوعي الحلقة الثانية من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع الناشط والقاضي الأستاذ سليمان صديق حول الأوضاع القانونية في إريتريا. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إريتريا وبوروندي آخر الدول الأفريقية التي لم تبدأ التطعيم ضد وباء كورونا، إعادة التصويت وفرز الأصوات بعدة دوائر انتخابية في إثيوبيا، جنوب أفريقيا تنشر الجيش للسيطرة على أعمال شغب واضطرابات فيها. كانت مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إيرنا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. أصبحت كل من إريتريا وبوروندي الدولتين الوحيدتين في أفريقيا واللتان لن تنضما بعد لآلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمختصة بتوزيع لقاحات ضد وباء فيروس كورونا. وكانت 6 دول أفريقية من بينها تشاد وتنزانيا لم تنضم إلى المعاهدة إضافة إلى بوروندي وإريتريا، ولكن تشاد وتنزانيا انضمتا للآلية مؤخرا، مما جعل إريتريا وبوروندي الدولتين الوحيدتين اللتين لم تبدأ ولا تخططان في القريب العاجل بتطعيم السكان ضد الوباء، علما بأن أغلب دول القارة بدأت في تطعيم السكان باللقاحات حسب آلية كوفاكس المشار إليها. أفادت مفوضية الانتخابات الإثيوبية بأن التصويت سوف يعاد في 10 دوائر في إقليمي الأمهار وبني شنغول، بينما سيعاد فرز الأصوات في 5 دوائر في إقليم الأمهار ودائرتين في إقليم بني شنغول و3 دوائر في الإقليم الجنوبي، بينما تجرى الانتخابات في الأقاليم الأخرى التي لم تجرى فيها الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل ما عدا إقليم تيغراي. وكان حزب الازدهار الذي يترأسه رئيس الوزراء أبي أحمد قد أعلن فوزه وبأغلبية كبيرة بمقاعد البرلمان، حيث فاز ب 400 مقعد من أصل 436 من مقاعد البرلمان الإثيوبي. وكانت أحزاب وحركات قد طعنت في نتائج الانتخابات في العاصمة والأقاليم. نشرت جنوب أفريقيا جنودا في الشوارع ابتداء من يوم الاثنين لإخماد أعمال عنف اندلعت في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بعد أن أسفرت أعمال شغب استمرت أياما عن سقوط 6 قتلى على الأقل. وقالت الشرطة أن الاضطرابات تتصاعد وأنها ألقت القبض على 219 شخصا في الوقت الذي طعن فيه الرئيس السابق المثير للجدل على حكم بسجنه 15 شهرا أمام أعلى محكمة في البلاد. وتصاعد الدخان من مبان تشتعل فيها النيران وتبعثرت على جوانب الطرق بضائع من متاجر تم السطو عليها في بيتر ماريتسبورغ في إقليم كوازولو ناتال مسقط رأس جاكوب زوما. وبسرعة تصاعدت الاحتجاجات المتفرقة الموالية لزوما والتي اندلعت عندما سلم نفسه للسلطات الأسبوع الماضي، وتحولت إلى أعمال حرق ونهب خاصة في كوازولو ناتال وفي إقليم خاوتينغ حيث تقع جوهانسبرغ أكبر مدن جنوب أفريقيا. وذكرت الشرطة أن مجرمين يستغلون فيما يبدو الغضب الناجم عن سجن زوما في ارتكاب سرقات وتدمير ممتلكات. وقال بيان أصدره الجيش بدأت عمليات ما قبل الانتشار استجابة لطلب مساعدة من أحد أجهزة المخابرات، ولكن مصورا من رويترز رأى جنودا مسلحين في شوارع بيتر ماريتسبورغ. وصدر الحكم بسجن زوما البالغ من العمر 79 عاما بسبب رفضه تنفيذ أمر من محكمة دستورية بتقديم أدلة إلى تحقيق في فساد في المستويات العليا في السلطة خلال فترة حكمه التي استمرت 9 سنوات. وقالت نات جوينتس وهي وكالة مخابرات حكومية أنه تم العثور على 4 جثث في خاوتينغ، 2 منها على الأقل مصابتان بطلقات نارية. وأضافت الوكالة أن قتيلين سقطا في كوازولو ناتال وأن التحقيقات جارية بشأن مقتل 6 ضحايا. هذه إذاعة إرنا.
بهذا الخبر من جنوب أفريقيا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إريتريا وبوروندي آخر الدول الأفريقية التي لم تبدأ تطعيم سكانها ضد وباء كورونا. إعادة التصويت وفرز الأصوات بعدة دوار انتخابية في إثيوبيا. جنوب أفريقيا تنشر الجيش للسيطرة على أعمال شغب وعنف واضطرابات فيها. استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات من إيرينا الدولية في باريس. أحييكم برفقة مولانا الأخ العزيز سليمان صديق، الناشط الحقوقي القانوني، يتحدث إلينا في الجزء الثاني من هذه المقابلة من دولة النمسا. والأستاذ سليمان طبعا هو الرجل الكاتب المعروف، وكتاباته الصحفية هي معهودة وراسخة في أذهان القراء في صحيفة إريتريا الحديثة. مولانا سليمان، مرحب بك في إذاعتك، إذاعة إرينا الدولية. هذه إذاعة إرينا. مرحبا بك أخي أحمد شريف، وأرحب بك ورحب بكافة المستمعين الكرام. جزاك الله خير، وإن شاء الله دائما تكون في صحة وعافية. أولا طمنا كده عن أمورك العامة مولانا، الصحة وأوضاع كورونا وغيرها. الله الحمد لله حتى الآن بخير الحمد لله. جميل جدا، وإن شاء الله يعني دائما في صحة وعافية. مولانا سليمان طبعا برضو حنهبش شوية جانب الكتابة، أين الصور من الحياة في نهاية هذا اللقاء. أستاذ سليمان، طبعا نحن نتحدث عن غياب دولة القانون والمؤسسية في إريتريا، انعكاسات ذلك على المواطن والحياة العامة، وفي نفس الوقت تداعيات ذلك والمهددات والمخاطر. وبما أننا دايرين نعمل مقارنات كده شوية قانونية، حيث تقيم في النمسا في هذه المملكة، كده يحدثنا عن القانون وشكله مولانا، عشان ما نعمل مقارنات، وإن كان المقارنات هي شوية صعبة في دول تختلف جذورها وخلفياتها وتاريخها وحياتها العامة، لكن كده ادينا بروفايل كده النمسا والقانون فيها كيف مولانا. والله جمهورية النمسا أو الدول الأوروبية عموما دول متقدمة وتقوم على أسس قانونية راسخة، لا يمكن بطبيعة الحال مقارنتها بالدول الإفريقية المتخلفة أو إن شئت الحديثة. هنا مثلا من حقك حرية العمل، التعبير وإبداء الرأي في إطار القانون، ولا خوف ولا قمع من أي نوع كان. فمقارنة هذه الدول مع دولنا أعتقد لن تكون أبدا في صالح أنظمتنا التي ما تزال تعيش في العصر الحجري. فليس هناك أي وجه للمقارنة. فنحن نعيش في العصور القديمة جدا، حيث الإقطاعيات والخوف والترويع والاضطهاد كل هذه الأشياء نعاني منها في بلادنا. أما هنا أعتقد هم تجاوزوا هذه المراحل ويطمحون إلى مزيد من الحريات وإلى مزيد من الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي. نعم مولانا، دائما هناك مقولة الناس، أنا ما أعرف من الناحية القانونية أو كناس أنتم متخصصين داير أشوف رأيك فيها، بيقول إنه يعني دائما نحكي عن الصور الزاهية بالنسبة للمجتمع الإريتري، على الرغم ما تفضلت به، بمعنى يعني الشعب الإريتري شعب يحترم القانون ويلتزم بالمؤسسات القانونية وهكذا وهذه، على الرغم من أنه هو نكب باستعمار ورا استعمار ورا استعمار. تفتكر يعني الشعب كان عنده التهيئة والاستعداد لو
كان سعيد الحظ إنه جهة ما سلطة تسلمت الحكم ونفذت حكم القانون. إلى أي مدى هذه المقولة صحيحة إنه الشعب الإريتري شعب يحترم القانون، وممكن كان تنتشله أي مجموعة لو التزمت بالقانون كان بأمره يعني نتخطى الكثير من الصعاب. كيف ترى ذلك؟ بالتأكيد بالتأكيد الشعب الإريتري شعب يحب الاحترام والقانون ويحب النظام بشكل عام، وشعب مثابر وشعب مكافح. طبعا، لكن الشعب الإريتري معروف بهذه الصفات. في كل بلاد تجد الإريتريين أكثر الناس يعني التزاما إمم، بالقوانين والالتزام بكل ما يتطلبه الوضع والظرف اللي هم يكونوا فيه. ربما هذا يعود إلى التاريخ القديم، فبلادنا كان لها احتكاك بالخارج، ولم تكن معزولة، كما كانت هناك قوانين تقليدية تحكم المجتمعات. فبعد دخول الاستعمار أيضا استمر، التزموا بهذا القانون، بالقوانين، حتى لو كانت قوانين الاستعمار كانوا يلتزموا بها، لكن مع محاولة تغييرها إلى الأفضل. آه، وحتى آه، في دول مثلا اللجوء لا تجد الإريتريين يرتكبوا الجرائم أو التزوير أو كل حاجة يعني خارج عن القانون، ليست من إلا يعني بشكل عام. يعني هناك قد تكون في حالات فردية، لكن أنا أتحدث بشكل عام. الإريتريين نعم. الناس منضبطين وملتزمين بالقوانين. عندكم في النمسا كيف الحالة، الجالية الموجودة حتى لو كانت قليلة يعني؟ والله هو أنا تقريبا بعيد عن إمم، التجمع الإريتريين اللي هي يتركزون غالبا في العاصمة وفي بعض المدن زي سالزبورغ أو إنسبروك. لكن أنا بعيد عن حيث أسكن، يعني لا توجد جالية، بل أنا الوحيد تقريبا في المنطقة. إمم. لكن في المتابعات ما لكن في المطارات ليس هناك بالنسبة للمثليين لا تجد يعني جرائم أو لا تجد مخالفات نعم، مذكورة يعني. على نعم. عكس مثلا في بعض الدول قد تجد في حالات فردية زي في ألمانيا أو في السويد أو النرويج، لكن هنا ما في شيء هذه نعم، ال نعم، ال نعم، نعم. نعم، وإن شاء الله تستمر المسألة هذه. في أستراليا بشكل عام الحالات نادرة جدًا، وكذلك أيوه. في الشرق الأوسط وغيره، وغيره. وحتى يعني يمكن الشرق الأوسط المنطقة الكثيرة اللي عاشوا فيها معروف ابتداء من السودان إلى الدول الأخرى إنه الإريتريين مسالمين ملتزمين بالقانون إلى حد بعيد يعني مقارنة بحالات هنا، ولكن ده لا يعني ما فيش حالات فردية وكده. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مولانا سليمان، نأتي الآن إلى ال يعني ما هي المكاسب اللي بتحققها الشعوب عندما تلتزم الجهات التنفيذية ويكون في لكل السلطات خصوصياته تلتزم بالقانون والدستور والمؤسسية؟ وخير دليل على ذلك أنت تعيش ونحن نعيش هنا والمستمع الكريم يعيش هنا، وهناك كثير من الدول ملتزمة بالقانون. أنت محمي بالقانون وتمارس حياتك بشكل قانوني. فشنو اللي بتفقده المجتمعات لما تكون ما في دولة مؤسسية تلتزم إلى الدستور والقانون، بالإضافة إلى ما تفضلت به؟ وخاصة نحن شعب يعني كنا منتظرين إنه يحكمنا القانون، لأنه بلا قانون نحن دخلنا في استعمار ورا استعمار ورا استعمار. فما الذي خسرناه آه، بشكل عام وفي الجانب القانوني والحياة بشكل أساسي؟ طبعًا إن غياب الدستور أو سيادة القانون في البلاد
خسرنا الشيء الكثير. أول حاجة الخسارة كانت تتمثل في الحياة الاقتصادية أو والاستقرار السياسي إمم. غير موجود. فالبلاد بعد كل الحروب التي عانت منها أكثر من 30 سنة أو 40 سنة، كان متصور حكومة وطنية تسمح بوجود قانون، بوضع بدولة مؤسساتية ديمقراطية، لكن هذا ما حصل، وبالتالي إحنا خسرنا كل الناس اللي كانت عادت إلى البلاد وهي تحلم في العمل بنشاط وفعالية من أجل تقدم ازدهار البلاد كلها. إمم. الآن نجدها من جديد هناك هجرة عكسية إلى الخارج، وهذا شيء مؤسف يعني. كثير من الخريجين مثلا من دول الشرق الأوسط عادوا إلى البلاد، ومن أوروبا ومن أمريكا، كلهم كانوا عايزين يساهموا بدورهم في بناء الدولة الوليدة، لكن غياب الدستور وغياب القانون أو سيادة القانون جعلهم عرضة لمصادرة ممتلكاتهم أو لاعتقالهم بأسباب واهية، وده دفع الكثير من الناس إنه يغادروا البلد دون رجعة. اهم. فدي كانت خسارة كبرى خسارة كبيرة. للوطن. نعم، نعم، نعم. وحتى يعني خسارة في كل المناحي، اقتصادية واجتماعية وتربوية وقانونية. طيب المخاطر الناتجة عن ذلك شنو مولانا؟ يعني بالنسبة لمستقبل الأمة، وفي نفس الوقت استمرارية الحياة. هو يعني طبعا غياب هذا الدستور وغياب المؤسساتية في البلاد، يعني كان كما سبقت وذكرت أو أشرت إنه كانت له مثلا أول، بما أن ليس هناك قانون فمورست من قبل نظام وأجهزته انتهاكات واسعة يصعب لحقوق الإنسان يصعب وصفها أو سردها. ومعلوم طبعا حقوق الإنسان من الأمور اللي ينظمها القانون الدولي ويوفر لها الحماية اللازمة. طبعا زمان ما كان كان تعتبر حقوق أي دولة لها شؤونها الداخلية، بحيث إذا حتى لو مارست القمع ضد مواطنها ما كان يعتبر انتهاك في القوانين أو القانون الدولي القديم أو التقليدي. أما في العصر الحديث أو عصر القانون الدولي المعاصر نجد لهذه الحقوق حماية جنائية. أنت عارف مثلا في السودان لما حصلت انتهاكات تم اتهام رئيس الدولة، وفي بلادنا طبعا هذه الانتهاكات يعني فاضت عن وزادت عن حدها، بالتالي المجتمع الدولي أيضا ومؤسساته المختلفة سواء كانت منظمة العفو الدولية أو منظمة مراقبة حقوق الإنسان وغيرها، كان تقارير سنوية تصدر بهذه الانتهاكات أو تسلط الضوء على الانتهاكات التي كانت تحصل في أو التي تحصل باستمرار في داخل البلاد. لكن للأسف لم ترقى هذه الإدانة أو هذه التقارير لم تؤثر بحيث تكون هناك إدانة ومتابعة قانونية للنظام في بلادنا. إمم. طبعا نعم. أستاذ سليمان، لكن مع كل ما أشرت إليه يعني ربما النظام بعد اتفاقية السلام المزعومة بين أديس وأسمرة، أعتقد أنه ملفه في اتجاه في مجال حقوق الإنسان ليست بتلك حتى ولو كان الإدانات الشكلية التي كانت موجودة، لكن يبدو لي هو في وضع مريح بالنسبة لتلك الانتهاكات المستمرة. خطورة هذه إذا صحت الفهم أنا اللي باقوله، إذا صحت المسألة هذه، خطورتها في تمادي المجموعة في انتهاكات مستمرة سواء كان داخل القطر الإريتري
وفي الإقليم، ما هي المخاطر يا أستاذ سليمان؟ آه، مخاطر غياب الدستور. أيوه، يعني الآن مثلًا تلك التقارير الدولية التي كانت تدين النظام في انتهاكه لحقوق الإنسان، ما عادت كما كانت عليه زي زمان مثلًا بعد اتفاقية السلام بين أسمرة وأديس. هذه والله الوضعية هذه الوضعية ألا تشكل خطورة مستمرة على المجتمع في استمرار انتهاكات حقوقه من قبل المجموعة في أسمرة؟ والله أنا أفتكر إنه هذه التقارير آه، التي تسلط الضوء على انتهاكات النظام ستستمر، لأن هذه إمم، أشبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إمم، المعروف عندنا. لكن هي المسألة هذه المنظمات أو المجتمع ليست لديها أداة إكراه أو إجبار للنظام، لكن تسلط الضوء وتؤلب الرأي العام الدولي ضد النظام. لكن عالمنا محكوم بدول لا تهمها المصالح القانونية أو إمم، العدالة، بل إمم، إمم، اهتمامها بالمصالح السياسية. فالأمر موكول لدول صاحبة نادي مجلس الأمن، إمم، هذه هي اللي لها الحق في إدانة ومطالبة بمعاقبة ومتابعة النظام، لكن هو يوفر لها ويعمل لمصالحها. فلذلك أعتقد تغض الطرف عن سلوكه مهما كانت منحرفة ومهما كانت سيئة للأسف الشديد يعني. نعم. وفيما يتردد مولانا سليمان، فيما يتردد عن انتهاكات حقوقية موجودة في نتاج الحرب الدائرة بين مقلة وأديس أبابا وما إلى ذلك، هل هذه المسألة أنتم كقانونيين تشوفوها كيف أستاذ سليمان؟ الإدانات اللي بتوجه لقوات لمجموعة منتمية للنظام في أسمرة بشكل أو آخر هنا وهناك، طبعًا المغالطات حولها كثيرة. هو نحن لحد الآن أنا في تقديري إنه هذه دخلت فيها مسائل سياسية. اهم، الحرب في هذا الإقليم تيغراي في شمال إثيوبيا والانتهاكات التي تُذاع من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو وسائل التواصل الاجتماعي، هي لا نستطيع التعويل عليها ما لم تكن هناك لجان تحقيق فيها أمر هذه الانتهاكات. لكن عمومًا حتى التدخل في تقديري، التدخل في شؤون الدول الأخرى ليس من مصلحتنا كشعب نعم، و وحتى كدولة يعني. إمم، نحن نحافظ على حدودنا ونحافظ على بلادنا أكثر مما نتدخل في أمور الآخرين ونشارك في حروب لا ناقة لنا في حلولها. جميل، جميل. وجود حكومة مؤقتة 30 سنة مولانا سليمان صديق، من الناحية القانونية كيف يعني هل في سابقة بهذا الشكل، أنه حكومة مؤقتة تستمر 30 سنة؟ آآ و ملاحظتك شنو أستاذ سليمان؟ والله هو هي مثلًا هو مصطلحات إنه حكومة مؤقتة أو حكومة انتقالية، هذه مصطلحات أفرزتها آآ تجربة النضال اللي هم كانوا فعلًا كان يعتبروا نفسه مرحلة انتقالية. إمم، لكن في واقع الأمر لا وجود لحكومة حتى انتقالية، وجود فرد ومجموعة حوله هي اللي تسيطر على مقدرات البلاد وعلى مقاليد السلطة في بلادنا. إمم، فبالتالي ما في يصعب إنه تصف إنه في حكومة في دولة بالمعنى المتعارف عليه في الدول الأخرى. إمم، فما موجود هو نظام مختلف تمامًا
عما شاهده العالم أو حتى الدول المتقلبة، لا أظن لم يكن القبضة لم تكن بهذا السوء حتى في الدول الإفريقية التي تماثلنا من حيث التاريخ ومن حيث نشأة الدولة. فلا وجود لمثل هذا النظام، يعني يمنع السفر ويمنع حتى الطفل من السفر خارج البلاد، ويمنع حتى من تداول استخدام لغتك الخاصة، ولا يفرض عليك كل شيء يعني، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، لأن هذا نابع من مزاج فرد أو من أهواء شخص معين. وبالتالي هذه من الصعب إنه لا نستغرب في مسألة الحكومة الانتقالية أو حكومة مؤقتة. فنظام الدرق أيضا كان النظام كان يعتبر حكومة مؤقتة، وهو 16 سنة كان يقول حكومة مؤقتة افتكر، لكن كان يختلف تماما عما هو قائم في البلاد. نعم، حالة خاصة يعني، حالة خاصة. ظاهرة إذا صحت العبارة. أنا أشكرك نعم. أستاذ سليمان، وأنت والله تتحدث عن حكومة مؤقتة وبتاع، فبرضو جاني يعني ورد في الخاطر حكومة المنفى. طبعا المجال لا يتسع للحديث عن حكومة المنفى، لكن هل نأخذ منك موافقة مولانا ولو بعد حين، بعد فترة من الزمن، أن نتحدث عن ما هي اشتراطات وما هي الأسس القانونية التي تنشأ على أرضيتها ما يمكن أن نسميه بحكومة المنفى أو حكومة في المنفى؟ هل تدينا موافقة مولانا لحلقة في المستقبل إن شاء الله بعد فترة من إن شاء الله يعني ما هي الأسس وما هي القوانين وما هي الشرعية كيف تكتسب لتأسيس حكومة في المنفى، لأنه برضو هذا المصطلح رائج الآن في الوسط الإريتري. إن شاء الله. أنا أشكرك مولانا، ولأنه طبعا أعطي القوس باريها كما يقال، دارين نتحدث عن حكومة المنفى، ما هي الدلالات القانونية والمؤشرات والقضايا المرتكزة عليها قانونا. أنا أشكرك مجددا، وشكرا لك هو ممتد بامتداد العلاقات الأخوية التي تربطنا بيننا وبينك أخونا سليمان، الرجل المحترم المهذب الموقر. وأنا أشكرك، وأنت رجل صحفي أنت منا، ونستهدي ونسترشد بكتاباتك دائما ورؤاك مولانا سليمان. تقلنا عليك اليوم معليش. وفي الختام ماذا تقول لمستمعيك الكرام في الداخل والخارج؟ هذه إذاعة إرينا. في الختام نحن طبعا نعيش كما كان حلقة اليوم، أنه نعيش في دولة تغيب عنها المؤسسة ويغيب عنها الدستور، يغيب عنها سيادة القانون. لا، وهذا أخشى لا يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها في المستقبل. نأمل أن نتفادى هذا الأمر وأن نتوحد، لأنه كإريتريين بعد هذا النضال الطويل لا يمكن أن ندخل من جديد في حروب ونزاعات يمكن تصورها، لكن صعب قبولها أو حتى تحملها بعد هذا الصبر الطويل. شكرا لك وشكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. بارك الله فيك أخونا العزيز سليمان صديق، الناشط الحقوقي والقانوني. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون وفريق العمل، ولكم منا أعزائي المستمعين أرق وأجمل الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات، أول مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. إريتريا وبوروندي آخر الدول الأفريقية التي لم تبدأ التطعيم ضد وباء كورونا. أصبحت كل من إريتريا وبوروندي الدولتين الوحيدتين في أفريقيا واللتان لم تنضما بعد لآلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمختصة بتوزيع لقاحات ضد وباء فيروس كورونا.
إعادة التصويت وفرز الأصوات بعدة دوائر انتخابية في إثيوبيا. أفادت مفوضية الانتخابات الإثيوبية بأن التصويت سوف يعاد في 10 دوائر في إقليمي الأمهرة وبني شنغول، بينما سيعاد فرز الأصوات في 5 دوائر في إقليم الأمهرة ودائرتين في إقليم بني شنغول و3 دوائر في الإقليم الجنوبي. جنوب أفريقيا تنشر الجيش للسيطرة على أعمال شغب واضطرابات. نشرت جنوب أفريقيا جنودا في الشوارع ابتداء من يوم الاثنين لإخماد أعمال عنف اندلعت في أعقاب سجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بعد أن أسفرت أعمال شغب استمرت أيام عن سقوط 6 قتلى على الأقل. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام وكالعادة مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة أرينا. تقبلوا تحياتي زميلي أحمد شريف وتحياتي محدثكم فتح عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.